اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم عيش بالدقيق الاسمر والرده بطريقه سهله جدا وبسيطه، طريقه صحيه ينفع معاكي في الدايت. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي كوبايه من الدقيق الاسمر، نص كوبايه من الرده تكون منخوله، عندي علبه زبادي ومعلقه خميره صغيره وربع معلقه من الملح. نزلت بالكوبايه ونص الدقيق مع الرده والخميره والملح وعلبه الزبادي. انا مش هضيف اي سوائل تانية، هبتدي اقلبها بالشكل ده وهعجنها كويس جدا لحد ما تلم معايا. لو حسيتي ان هي علبة الزبادي مش كفاية عليها ممكن تزودي معلقتين لبن، لكن هي اخدت بالظبط علبة الزبادي لان بيبقى فيه علب زبادي اصغر. جبت نص معلقة من زيت الذرة، نزلت بيها على العجينة بالشكل ده، هطريها بس كده بالشكل ده وهسيبها بقى تخمر في مكان دافي لمدة ساعة. بعد ما تختمر معايا تبقى بالشكل ده، هجيب عندي بقى رشه من الدقيق الاسمر من تحت ومن فوق، وهبتدي افرد العجينه بالنشابه بالشكل ده. هخلي الحجم بتاعها رقيق زي ما انت شايفه بالشكل ده. هجيب اي حاجه بقى مدوره عندي وابتدي اقطع منها على شكل دواير بالشكل ده كده. هكون مولعه عندي طاسه، تكون طاسه تيفال او جرانيت، اي طاسه ما تكونش بتلزق على النار. الطاسه تكون سخنه. اجمع اللي طلع من العجين واسيبه على جنب. هاخد بقى اول قطعة وهبتدي اسويها زي ما انت شايفة بالشكل ده. هقلبها على الناحية التانية، هتبتدي بقى ترتفع معايا، تضغطي عليها عشان تنتفخ معاكي بالشكل ده كده. مش عايزة اقولك العيش ده بيبقى طعمه حلو قوي، خفيف جدا في الاكل، بيشبع، ينفع معاكي لو عاملة نظام للدايت زي ما انت شايفه بالشكل ده. بصي بيرتفع ازاي وينتفخ معايا. هكمل باقي العيش وهيطلع معايا ويبقى بالشكل ده كده، طالع ما شاء الله رقيق جدا، طعمه بجد تحفه اهو. بصي رقيق ازاي ومفرغ، مفهوش اي عجين من جوه. امشي بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها تعملي احلى عيش بالدقيق الاسمر والرده. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا لو اول مره تشوفيني. يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي، واستنيني في وصفات تانية كتير باذن الله هتعجبك. السلام عليكم.